السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي، يا رب تكونوا بخير دايما وفي سعادة وصحة، وبيتكم مليانة خير وبركة ورزق حلو. معاكم انا ريهام، ودي قناتي حياتكم بكل بساطة. واللي اول مرة يشوفني هنا، انا ست بيت عادية زيكم، بحب اشارك يومي معاكم بروتينات ومشتريات وحاجات من قلب البيت. يا رب قناتي تبقى سبب يدخل على قلبكم طاقة إيجابية وابتسامة حلوة، وتلاقوا عندي اللي يفيدكم ويهون عليكم وقتكم. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة، يا ريت تشتركوا، يا ريت تشرفوني بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش اللايك الجميل اللي بيفرق معايا جدا ويشجعني اقدم لكم اكتر واكتر. النهارده فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد، كله بركة وطاقة ونشاط. هنبدأ يومنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ونشوف النهاردة جبنا مشتريات الأسبوع من فاكهة وخضار وسمك. أنا وريت لحضراتكم كده السمك اللي أنا جبته دوت، كان 85 جنيه، كان جميل جدا. وجبت كده العنب دوت، مش فاكرة والله سعره كان كام، بس دولي كان حوالي 2 كيلو. زي ما انتم شايفين، ده عنب اسمه كريز أو كريمسون، جميل جدا ومسكر. وهنا بوريكم ورق العنب بيكون شكله عامل ازاي. انا عن نفسي ما بحبش ورق العنب، بس بتكون الورقه بالشكل ده، دي طبعا بايظه. حبيت ان انا اوريها لكم الافاده، يعني معلومه بس مش اكتر. وجبت كمان هنا بلح رطب، كان برضو مسكر، ماهوش بتاع تلاجات او متخزن، كان صابح زي ما انتم شايفين كده. هفضي كده في طبق. هما كانوا اكتر من كده، بس بسم الله ما شاء الله، يعني الاولاد اكلوا وانا اكلت منه اول ما جبته. ما استنيناش عليه نصوره يعني. فبألف هنا وشفا لكل اللي داق. وهنا جبت كيلو واحد من الخيار، لان الخيار كان غالي، الخيار كان ب25. فبصراحة جبت كيلو واحد، هو هيقضي الغرض. لما تكون الحاجة غالية نجيب على قدنا، اللي هو حاجة تسلك او حاجة تمشي معانا الاسبوع، او على قد ما تقضي يعني. بس ما نكونش يعني كنا عايزين نجيب حاجة وما جبناهاش، بالذات لما بتكون غالية. مش هروح اجيب مثلا 2 كيلو خيار او 3 كيلو خيار ب75 او ب50 جنيه. ده كان كده. جبت بتنجان للمحشي، وطبعا في للقلي برضو. دول كانوا 4 كيلو، الكيلو ونص كان ب10. والطماطم برضو كانت الكيلو ونص ب10. جبت كده 3 طماطم، وجبت كده ربع فلفل. كان عندي فلفل في الفريزر وفلفل قديم بتاع الاسبوع اللي فات، فجبت كده دوت للمحشي كده. وبصراحة انا كنت بغسل الخضار والفاكهة، لقيت ان الخضار بيدبل معايا في التلاجة، والفاكهة بتضرب يعني بتلسع. فما رضيتش ان انا اغسله المرة دي. وجبت كده كوسة، الكوسة برضو كانت غالية، كانت ب25 جنيه. جبت كده كيلو ونص. هما اكتر من كيلو ونص، هما قطعوا ب40 جنيه، اكتر من كيلو ونص. وجبت كمان مانجا، دول حوالي 2 كيلو. كل اسبوع كده بجيب لي 2 كيلو 3 كيلو، علشان اللهم صل على النبي، رمضان. وبرضو بنعمل عصير في الحر دوت، فبتكون جميلة. هي كلها املاح، بس لا غنى عنها في رمضان. كده هعمل المية بتاعت السمك. انا عندي ما بردوش ياكلوا سلطة خالص، فبضطر اعمل لهم المية دي. ولو عاملة مشوي، لو عاملة سمك مشوي بعملها، ما بحطهاش على النار. يعني بضرب كل ده في الخلاط، اللي هو الفلفل والثوم والطماطم والتوابل وكده. وما بحطش حاجة على النار، يعني بسيبها كده بتكون ني في ني. تمام.
وكده هقطع الطماطم. انا كنت الفلفل ده كان في الفريزر زي ما انتم شايفين، والثوم كمان كان في الفريزر. قطعتهم كده في الخلاط الصغير ده بينجز يعني معايا لما بكون عندي يعني كمية صغيرة، ما بحبش ان انا اشغل الخلاط الكبير. دي بتكون مطحنة، دي بتكون حلوة. هي ما بتطحنش يعني بتخليه ناعم خالص، لا بتخليه خشن كده شوية، وده المطلوب. هنا كده هجيب الكازرولة دي على النار كده، واحط شوية زيت، مش هقلب، مش هعملها يعني، مش هشوح اللهم صل على النبي الفلفل والثوم، لان ده بيكون في الصيف حامي وبيخلي عندك حموضة دايما. فلما تفرموا كده مع بعض، وكمان الفلفل والثوم ما بيبانوش في الصلصة، ماشي، عشان الاولاد ما بيحبوهاش ايه تبهي. هحط كده الحياء بتاع المية، احط فلفل اسمر وكمون وكزبرة وملح، وهدي عليها خالص واسيبها تتسبك زي اي صلصة ما بتتسبك. هدي عليها، مش ينفع، ما ينفعش ان انا اسيب النار عالية عليها لانها هتشيط زي ما قلت لكم، زي اي تخديعة او صلصة تانية. هدي عليها كده وارجع لكم تاني بعد ما تتسبك زي ما انتم شايفين كده اتسبكت اهي. هنزل كده، فاكرين الشبشب؟ ايوه دوت. ما شطفته كده ورحت حاطه ايه الميه اللي مكان الشطفه بتاعته. وبعد ما فرت كده غطيت عليها كده، خلصنا الميه. هنيجي بقى للرز. انا نقيت الرز وغسلته، وهنا حله فيها شويه زيت على النار، هنزل بشويه شعريه كده. ما بيحبوش ياكلوا رز الابيض، ولا بيحبوا ياكلوا رز اللي هو ببصل، ولا اي حاجه خالص، هو ولا اللي هو الحبه وحبه. وما بيحبوا الشعريه بالذات. الحاج صاحب البيت لما بيكون موجود معانا، استحالة 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 ان احنا نعمل رز ابيض او حبة لازم بالشعرية. وما بيحبوش ما بياكلوش الا بالشعرية، فلازم نعمله اللي هو عايزه طبعا يعني. احمر كده الشعرية زي ما انتم شايفين كده، احمرت اهي. طبعا يعني ما ننساش نشيل للولاد شوية شعرية، كانوا واقفين فوق راسي عايزين شوية شعرية بياكلوها كده. مين فاكر هو صغير كان بيعمل كده؟ كلنا اكيد عملنا كده واحنا صغيرين. يلا بألف هنا وشفا على قلبهم يا رب. كده هنزل بالرز بعد ما غسلته وصفيته، وهديله تشويحة كده علشان الرز يكون مفلفل. عايز الرز بتاعك يكون مفلفل وجميل كده، ما يعجنش ولا يلزق في بعضه. لما تقلبيه كده يعني تشوحيه كده على النار، بتنشفي اي مية فيه اول حاجة. تاني حاجة الزيت بيدخل بين الرزة والتانية، يعني بيعمل زي عازل كده بين الرزاية والتانية، فاستحالة ان هو يلزق معاكي. فلازم ايه تشوحيه كده شوية صغيرين، وتحط له الملح، وتحط له المية بتاعته اللي هو القعد بتاعه زي ما انتم شايفين كده. بتكون عقلة صباع بس فوق الرز، ايوه زي ما انتم شايفين كده. كلنا عارفة وعارفة والله ان كلكم اشطروا، في ناس كمان اشطر مني، بس انا كل اللي فيها بحاول اشارككم يومي والروتين بتاعي ماشي ازاي. وفي ناس بيكون عندها كسل ومش متشجعة خالص ان هي تقوم تعمل اي حاجة، فلما تشوف تتفرج عليه او على غيري وتشوف الفيديو، آه، يعني تقوم كده تتشجع وتعمل كل اللي في بيتها وتعمل لولادها. فده روتين تشجيعي بس مش اكتر، ولا انا بعلمكم ولا اي حاجة خالص. عارفة ان في ناس اشطر مني بمراحل، بس زي ما قلت لكم ده روتين تشجيعي فقط لا غير. تمام. يلا لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش الاشتراك في القناة، وتضغطي على المربع الاحمر اللي تحت الفيديو عشان تشتركي في القناة،
وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ويوصلك شعار بأي فيديو بنزله. وكمان ما تنسيش تسيبيلي لايك جميل كده زيك، بيشجعني ويخليني اتحفز ان انزل اي فيديو، اي حاجة انا بعملها، واشارككم يومي بكل تفصيلة فيه. وما تنسوش تسيبولي كومنت، سواء بتعليق يكون بتنصحوني او اي تعليق انا يعني هقبله. احس ان انتوا متفاعلين معايا كده في القناة، وما كنتش حاسة ان انا لوحدي، لان انا بصراحة القناة دي فاتحاها تكون مصدر رزق ليا، وان انا اشجع حبايبي الحلوين ان هم يتشجعوا ويعملوا اكلات ويعملوا وياخدوا بالهم من بيوتهم وينظفوا ويروقوا، ما يكونش عندهم كسل. شايفين كده رز مفلفل ازاي وجميل؟ ده ليه؟ علشان انا شوحت الرز، وكمان القعد بتاعي كان مظبوط. تمام، كلنا شطار وعارفين الكلام ده. ماشي كده، خلصنا الرز وخلصنا المية. هندخل بقى على ايه؟ شطار السمك. هنقلي كده السمك. انا كده حطيت السمك في الدقيق، بدرته كده بالدقيق ونزلته كده. هو الزيت ما كانش سخن جامد، بس هو كان دافي كده. نزلت كده بالسمك وهقليه. طريقة بسيطة جدا وسهلة، ما فيهاش اي افتكاسة. واحنا نضفت السمك وغسلته مرة واتنين وتلاتة. والسمك بتاع القلية بنشيل كل الشوك والزعانف والقشور اللي بتكون عليه، ونشيل البطن تماما. تمام، وبنملحه بنشطفه مرة واتنين وتلاتة ونملحه بالملح والليمون او خل لو ما عندكش ليمون، وتسيبيه شوية، وبعد كده تشطفيه وترمديه في الدقيق، او تبدريه بالدقيق وتقليه في الزيت. عكس بتاع الشوية. بتاع الشوية انت بتشيلي البطن بس وبتغسلي النخشوش فقط لا غير. تمام، وبرضو بتملحيه وبتعصري عليه ليمون او خل، وبتشويه بالردة. تمام كده، ان شاء الله اعمله معاكم مرة تانية مشوي. كده بعد حبيبي ما قلت السمك كله. بسم الله ما شاء الله، الف هنا وشفا على قلب كل اللي ده. كان نفسي اقول لكم اتفضلوا معايا، بس هي مش هينفع. لو تعرفوا تقولي تتغدوا معايا والله، يا ريت اتشرب متابعيني الجمال المحترمين. وهنا كده بعد الغدا قلت اعمل شوية عصير. هي رطبة على قلبنا كده. جبت مية من الفريزر وحطيت كده. دي منجاية واحدة عملت لي شفشق بسم الله ما شاء الله. هي كانت منجاية يعني لا كبيرة ولا صغيرة، قطعتها كده بقشرها. تمام، وحطيت عليها كوباية من السكر، وزودتها كده مية، وضربتها في الخلاط وصفتها. بجد بجد احسن عصير تشربوه في الصيف، عصير المانجا. تمام، واضرب اضرب 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 لحد ما يكونش يعني كل القطعة اللي كانت فيه دي كلها تتفرم. ماشي، ونصفيه ويكون معانا احسن عصير. يلا كده واحنا بنعمل عصير ما ننساش نصيحة نصيحة كل فيديو بنعمله لست البيت الشاطرة الأمورة، حبيبتي، التنظيف اليوم السريع. بصي بقى، مش لازم كل يوم تعملي حملة نظافة كبيرة في كل حاجة اسمها تنظيف. في حاجة اسمها تنظيف يومي، تنظيف يومي سريع، زي مثلا امسحي الأرض بشرشوبة، وكمان لمي أي هدوم أو أي حاجة ملهاش أي لازمة يعني متبعترة، رجعها مكانها. يعني الغسيل مش نظيف تحطي في باسكت الغسيل وتحطيه في الغسالة.
الغسيل النظيف تحطيه في الدولاب او تعلقيه على الشماعة. ولو في اي كراكيب او في اي العاب للاولاد على الماشي كده، لو في اي حاجة مطربة تمسحيها تلميعة كده على الماشي، تنفيضة على الماشي. ده بيسهل عليكي جدا لما تيجي تعملي حملة التنظيف اللي بتعملها كل اسبوع او كل اسبوعين او كل شهر. بتكون اللهم صل على النبي، بتكون خفيفة عليكي لان انتي اوريدي منضفة وملمعة من على الوش. مش هيكون عندك غير الحاجة اللي جوه مثلا اللي دخلها تراب، دخلها اي حاجة، انما الحاجة اللي على الوش المتكركبة انتي اوريدي منضفاها، مش سايبة اي وراك اي كراكيب عشان الدنيا تتزحم عندك. تمام. فتح الشبابيك كده، تدخل هوا، تغير نفس البيت حتى لو 10 دقايق. تمام. بس كده يا حبيبتي، وفيديو خلص، واشوفكم فيديو جديد.